السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير دايما وسعادة. في الفيديو ده عملت العيش الفينو. عايزة اقولك طلع معايا حلو جدا واحلى من العيش الجاهز بكتير، وكمان المكونات بتاعته سهلة ومفيدة جدا للاطفال، وهيطلع معاكي ناجح جدا. وبصي شكل العيش حلو قوي، ومن جوه بصي ابيض وجميل. وعايزة اقولك الطريقة سهلة جدا وموفر، واحلى كمان من العيش اللي بتشتريه من بره. وهقولك دلوقتي على الطريقه. ارجو ان انتوا تشجعوني في فيديوهات الاكل، انها كلها ناجحه وسهله جدا. جربوها. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسينيش في لايك للفيديو. بصوا العيش طري وجميل جدا. يلا بينا نشوف عملت العيش الفينو ده ازاي. سهل جدا. معايا هنا نص كيلو دقيق منخول. نص كيلو يعني 4 كوبايات دقيق من الكوبايات اللي هي بتاعه المج. بعد كده هي المكونات الجافه. اول حاجه معايا هنا معلقه كبيره من السكر، ومعايا كمان معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعايا معلقه كبيره لبن بودر، ومعايا هنا نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعايا هنا ربع معلقه من الملح. هحط هنا المكونات الجافه على الدقيق وهقلبهم كويس. وطبعا الدقيق ده زي ما قلت لكم احنا نخليله، لازم ننخل الدقيق علشان ما يعملش كتل معانا. بعد ما نقلب الدقيق كويس مع المكونات الجافه بنحضر بقى معانا هنا نص كوبايه من اللبن الدافي. نص كوبايه من اللبن الدافي، وهنحط كمان نص كوبايه من الميه الدافيه بس كده. وهنعجنهم مع الدقيق، وهيطلع ده شكل العجينه. طبعا العجينه لسه ما خلصتش معايا. هحط هنا ربع كوبايه من الزيت على الزبده. عايزه اقول لكم الزبده حلوه جدا، بتطري العجينه وبتخليها معاكي تطلع طريه وجميله جدا. لو ما فيش زبده ممكن تحطي زيت بس. بنسيبها تخمر ساعه، وده شكل العجينه. طبعا بنغطي عليها. ده شكل العجينه بعد ما خمرت، بعد ما سيبناها ساعه. لازم تسيبيها ساعه علشان تخمر معاكي وتضاعف حجمها بالشكل ده. بعد قسمنا العجينه معايا هنا كور قد بعض على قد الرغيف اللي انت عايزاه. انا قسمتها 8 كور. الرغيف معايا طلع متوسط، مش كبير ومش صغير. ممكن تقسميها اصغر من كده زي ما انت عايزه. ومعايا هنا طبق انا حطيت فيه دقيق، ومن غير ما افرد العجين ولا اي حاجه. بلف العجينه معايا هنا رول، وبفضل الف فيها كده. ما بخليش العجينه معايا عريضه، لازم اخليها بالطول كده، والم فيها. وبفضل كده اعمل فيها الحركه دي لحد ما تتكون معايا زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده كده. ما بنخليش العجينه عريضه. هي بعد كده بتخمر معايا ويبقى الرغيف عريض معايا، لكن لازم نخليها رفيعه كده. بنسيب بقى هنا العيش معايا يخمر. وطبعا انا حطاه على صاجه دهنها زيت علشان العيش ملزقش لما يجي يستوي. وهنا بعد ما العيش سيبته يخمر شويه تلت ساعه كده، لازم تسيبيه برضو يخمر تاني. بدهنه كده باللبن. ممكن تدهنيه بالبيض زي ما انت عايزه، صفار البيض، وهتحطي عليه فانيليا وخل. لكن انا بحب احط على العيش احط لبن. اللبن معايا بيدي لون حلو. وما تكتريش الدقيق وانت بتفردي العيش عشان بصي بيبقى باين هنا. وبدهن كل العيش كده باللبن بالشكل ده كده.
برضو لو تلاحظوا هتلاقوا ان العيش فرش شوية في الصاجة بتاعة الفرن، كل ما يخمر هتلاقيه اتضاعف حجمه. بس كده. وبعد كده لو عايزة تحطي بقى فوق العيش ده تحطي سمسم او تحطي حبة البركة زي ما انت عايزة. انا كان في عندي سمسم فحطيت سمسم كده على خفيف، علشان عندي بنتي ما مش بتحب السمسم كتير، انا حطيت سمسم كده على خفيف يعني. وزي ما قلتلك ممكن تحطي حبة البركة برضو، ممكن تعمليه سادة. بحط السمسم كده وهتلاقيه هو لزق لوحده على العجينة، علشان احنا دهننا قبل كده لبن. وبس كده. بحط بقى الصاجة دي في الفرن في النص على درجة حرارة 180، وبشغل المروحة. لازم تشغلي المروحة علشان العيش معاكي يستوي كويس. وده شكل العيش في الفرن اهو، بصوا شكله. وبعد ما استوى بصي ده شكل العيش. طبعا اول ما يطلع بيكون لسه ساخن وبيكون ناشف شوية، ولازم علشان يطلع معاكي طري ويقعد معاكي طري كام يوم هنجيب فوطة ونبلها مية ونعصرها كويس ونحطها على العيش ده لمدة ساعتين 3 كده بالشكل ده كده. انا حطيت فوطة مبلولة مية وعصرينها كويس عشان يطلع معاكي العيش طري ويقعد معاكي كام يوم طري زي ما هو، سواء في الشتاء او في الصيف هيطلع معاكي طري وجميل جدا. جربي بس الطريقة دي بجد احلى طريقة وانجح طريقة لعمل العيش الفينو، احسن ما تشتريه من بره بكتير. بصي هيطلع معاكي طري جدا، وطبعا حاجة احنا عاملينها في البيت، وبره طبعا مش بيعملوا العيش ولا بالزبدة ولا باللبن، فهيطلع معاكي بصي ابيض من جوه. وممكن طبعا هتحطي فيه زي ما انت عايزة جبنة، تحطي فيه لانشون. بصي حلوة قوي. وزي ما وريتك في اول الفيديو فتحنا العيش وهو من جوه جميل جدا. وغير كده كمان انت لو عملت العيش ده من كتر حلاوته هتاكليه حاف. العيش لوحده من غير اي حاجة عايزة اقولك طعمه حلو، بس جربيه ان شاء الله يطلع معاكي زي ما طلع معايا حلو كده. بس التزمي بالمكونات. يا رب اكون افدتكم في الفيديو ويكون العيش عجبكم. مع السلامة.